السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. أسئلة كتير جدا 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 جدا. كل الستات والبنات وكل الناس اللي بعرفها شغلها الشاغل اللي هو الفيلر، والترند اللي شغال اليومين دول نفخ الخدود ونفخ الشفايف. عايزة اقولك ان الموضوع ده يعني تقدري تعمليه في البيت بمواد سهلة وبسيطة، ومع المداومة هتبقى حلوة جدا جدا ومش هتعرضك لأي مشاكل صحية ولا نفسية، بما ان احنا بنشوف مشاكل كتير جدا جدا جدا. الزيوت اكتر حاجة ممكن تأتمني بشرتك عليها او تأتمنيها على بشرتك، بمعنى اصح. بمعنى الزيت كل ما كان اورجانيك وكل ما كان طبيعي كل ما كانت نتيجته حلوة جدا جدا. وفي زيوت حلوة قوي 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 تقدري تخلي بشرتك فيها يعني مراية زي ما بيقولوا كده، وتخليها ملبن. كل الكريمات وكل المستحضرات وكل البرودكتس اللي انت بتشوفيها كلها اساسها زيوت او كريمات. بما ان احنا كل البنات بتقول لي ابله اماني اوعي تتجهي للاعلانات والمنتجات وتسيبي الوصفات بتاعتك. لا طبعا، النهارده هقول لك على اسهل فيلر شفايف ممكن تعمليه في حياتك. اسهل فيلر شفايف. شايف الازازه دي؟ شايف الازازه دي؟ دي ازازه صغننه اهي، شايفينها كده؟ دي ممكن تكفيكي تعملي كل اللي انت عايزاه ومش هتدفعي فيها فلوس زي ما انت عايزه، زي ما انت كتير، زي ما انت متخيله قصدي. الازازه دي انا بحب زيت حبه البركه. ده زيت حبه البركه، تقدري تستخدمي زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت حبه البركه. تمام؟ اي نوع من الزيوت دي. هتروحي الصيدليه وتقولي له عايزه حبوب خميره، عايزه حبوب خميره، وتجيبي شريط حبوب خميره وتطحنيه وتطحنيه وتسيبيهولي في الزيت ده. انا عايزه الزيت ده تحطيه في حمام ميه يا دوب يدفى، بس عايزاه يدفى. يعني تجيبي حاجه فيها ميه على النار وتحطي في قلبها فوطه صغيره، وبعدين تروحي حاطه الازازه دي. الازازه تكون ازازه يا جماعه وغامقه، انا دي العينات لسه جايب منها فبدوقها بس وبقيمها يعني. وتحطي الازازه دي على الفوطه في الميه المغليه لحد ما تدفى، بس انا عايزاها تدفى بس تبقى دافيه. وهي دافيه كده درجه حرارتها فوق من العاديه بشويه. هتجيبي لي شريط البرشام بتاع الخميره ده وتطحنيه، تطحنيه وتروح حاطاه في قلب الازازه دي وتسيبهولي لمده ايه، 3 4 ايام. وكل يوم ترجيه، كل يوم ترجيه وتلفها لي بقى بحاجه غامقه، طرحه سمراء، شراب يكون غامق عندك جديد طبعا، وتحنيها لي في مكان ضلمه. وبعد كده تبتدي تستخدميها. هتستخدمها كده قبل اماني، هتستخدميها كده كل ليله على بشره نظيفه، نقطتين على جبينك وعلى المناطق الخدود وعلى الشفايف. طبعا ما تجيش ناحيه المناخير. طيب انا قبل اماني ما عنديش الزيت ده، ما عنديش الزيت. هتجيبي لي يا قلب ماما، هتجيبي لي معلقتين جل صبار، معلقتين جل صبار، عليهم نص معلقه جريسلين، عليهم نص معلقه زيت عباد شمس او زيت ذره من اللي عندك من البيت. تمام كده؟ وتجيبي لي نص الشريط، نص شريط، عشان الزيت سهل ان احنا نحتفظ بيه، انما الوصفه التانية لا، مش هنعرف نحتفظ بيها كتير. تمام كده؟ طيب هتحطي لي بقى 3 معالق جل صبار، عليهم نص معلقه الجريسلين او معلقه جريسلين على حسب المعلقه اللي بتعايري بيها. يعني لو المعالق كبيره بتاعه الجل الصبار تبقى معلقه الجريسلين صغيره. تمام كده؟ وحطي لي اي معلقه زيت عباد الشمس او دوار الشمس دوت او الذره او اي حاجه. تقلبي كويس جدا جدا وتطحني الحبوب اللي هي حبوب الخميره وتحطيها في قلب العلبه معقمه وتحطيها لي في التلاجة. تمام كده؟ وتستخدميها كل ليله. عايزه مقشر يا ابله اماني او عايزه حاجه لشفايفي، حطي سكر، سوري، سكر على زيت زيتون وفروكي شفايفك. وحطي اي زيت عندك، حطي فيه معلقه شطه، لكل معلقتين 3 زيت معلقه شطه. وبالراحه كده هنا بس، والله والله احسن من الفلر. عايزه حاجه تاني؟ مش عارفه، في حاجه في عينيا. ده الفيلر اللي احنا بنتكلم عليه. عايزه بقى، طب بما ان ده قبل اماني الزيت، يعني عايزه اقول لك ان الزيت ده لو انت هتجيبيه حبه البركه هيبقى بمبلغ وقدره، بمبلغ وقدره اللي هو الزيت الغذائي اللي تاكليه. طب عايزه اعمل لايديا بقى وكده وكميه كبيره، هتجيبي بقى القاعده الكريميه اللي احنا بنقول عليها، القاعده الكريميه اللي هو الكريم بتاعنا، ونحط عليه 3 4 شرايط، 3 4 شرايط خميره، ويا اما ظرفين 3 خميره فوريه. ده عشان نعمل للركب والاكواع والايدين وكلام من ده.
تمام كده. ده الفيلر الامن اللي مش هيكلفك ومش هيتعبك ومش هيجهدك ومش هيخلي شكلك مبتذل ولا هيخلي فيك اي حاجه. واهم حاجه عندي تاكلي كويس، واهم حاجه عندي تاكلي كويس وشوفي مخزون الحديد، علشان المعده البشره هي مرآة المعده. فانتي هنحط حاجات اهي موضوعيه، فلازم المعده كمان تبقى كويسه. وتابعيني بقى، اللي جاي هيبقى كويس قوي ان شاء الله، وهيبقى عندنا فيديوهات حلوه قوي. بس معلش سامحوني اليومين دول كده مش قادره اتكلم قوي. وشكرا وميرسي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.